يا حلوين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حلوين؟ يلا بقى نشوف هنعمل ايه. انا لسه جايين دلوقتي من السوق ومش قادره اقول لكم والله العظيم بجد. جايه بصوا اترميت كده. العيال طلعوا لي الحاجه من الشنطه وانا مش قادره اقول لكم اترميت. يلا بقى نشوف انا جايبه لكم بقى ايه تسويقه الاسبوع، وهقول لكم بكل حاجه بتفاصيلها بالاسعار بكل حاجه بتمنها يعني انا هقول لكم الحاجه قد كده واتسوقت بقد كده. تمام. يلا يا حلوين بقى نبدا. اوعوا تنسوا تصلوا على النبي وتحطوا لي اللايك الحلو. يلا بقى اول حاجه هنبدا بقى نعمل ايه. نصلي على الرسول كده ونشوف. اللهم بارك. الطماطم دول 2 كيلو ونص طماطم ب 20 جنيه، يعني كيلو الطماطم ب 8 جنيه. كيلو طماطم ايه يا حلوين؟ ب 8 جنيه. ال 2 كيلو ونص ب 20 جنيه. خلاص كده تمام. وجبت كمان الكوسه دي. الكيلو ايه من الكوسه دي ب 15 جنيه. ال 2 كيلو ب 30 جنيه. وكمان جبت ايه البتنجان الاسود. البتنجان الاسود دون ب 15 جنيه اهو اسود للمحشي. تمام. وجبت برضو البتنجان الابيض اهو. الكيلو ب 10 جنيه. ب 10 جنيه. هقول لكم دلوقتي انا صرفت قد ايه في السوق، وممكن واحده يعني تسيستم من الاسبوع بتاعها بالفلوس اللي على قد ما ايديها. يعني مش شرط ان احنا نروح نفتح بقى ونجيب والكلام ده كله. يعني كل واحده بتجيب الحاجه اللي هي في استطاعتها. يعني بتكيف امور بيتها وبتبقى عارفه الباقي قد كده، الاسبوع هيكفي معاها قد كده، بتروح تجيب بالخضار وكده وتكيف وتمشي نفسها في بيتها يعني. طيب كده احنا عرفنا الحاجات ايه. بتنجان ب 10 جنيه. والخيار، الخيار ده يا حلوين ب 17 جنيه. الخيار ده ب 17 جنيه. الكيلو ونص خيار. مش عارفه ادوني ب 25 او 24 حاجه زي كده. وجبت بقى يا حلوين فلفل الوان. تمام. جبت نص كيلو فلفل الوان. الكيلو ب 35، يعني نص كيلو ب 17 ونص. وجبت كيلو فلفل اهو. كيلو فلفل رومي وحراق. جبته بكام يا شهرزاد؟ الكيلو ب 15 جنيه. فاستنوا بس، انا جايبه لكم مفاجاه دلوقتي. وجبت ايه؟ ورق عنب. ورق عنب الكيلو ب 40 جنيه. جبت نص كيلو ب 20 جنيه. تمام. خليكم معايا وركزوا وما تنسوا اللايك. دي خضره المحشي. دي الخضره بتاعت المحشي. جبت التلاته ب5. التلات ربط ب5، يعني الست ربط ب 10 جنيه اهي. ودي كمان ملوخيه. ملوخيه يا حلوين. ملوخيه. جبت الملوخيه دي الكيلو ب 15 جنيه. جبت دي ب 15 جنيه الكيلو. بس هي قرضتها لي عشان كانت كلها طين وكده، فانا قلت لها ايه اعمليها لي يعني انضفيها. خليكم بقى معايا مركزين يا حلوين. شفتوا بقى اغلى كيس في العالم. اغلى كيس في العالم. فاكرين عادل امام لما مسك كيس البلح وقال لهم اغلى كيس بلح في العالم؟ هو ده برضو اغلى كيس ليمون في العالم. تخيلوا الليمون وصل 120 جنيه حلوين. 120 جنيه. جبت الربع كيلو دون، والله العظيم ما بكذبش عليكم، 30 جنيه. ربع كيلو ليمون ب 30 جنيه. وجبت كمان البطاطس دي حلوين. البطاطس اهي. جبت ال 3 كيلو بطاطس ب 30 جنيه. كيلو بطاطس ب 10 جنيه. بصوا بطاطس سبونطم بتاعت التحمير. وجبت كمان الحلوين الكرنب ده عشان هنعمل محشي بقى معاكم. شفتوا؟ هنعمل محشي بقى مع بعض بكره ان شاء الله. يبقى انزل لكم الفيديو على خير ان شاء الله يعني. طبعا بقى ايه، انا جبت الكرنبتين دول قلت بقى ايه ان انا يعني ايه هحشيهم وكده اهو. بصوا حلوين ازاي. كرنبايه كده ما تلاقيها ورقها ضعيف كده ورفيع بيبقى حلو قوي. الصباع بيبقى الورقه مش تخينه يعني وكده. بس طبعا مفيش كرنب بلدي دلوقتي. بصوا بقى يا حلوين. جبت كيلو كمان بصل. كيلو ب 10 جنيه.
وبصوا بقى انا ايه قلت لازم أنا اجيب ايه اللي يعرف ده يقول لي عليه. انا برجح كده ان هو زعتر بس فريش. انا بصراحه ما اعرفش اسمه، بس انا بقول كده يعني، بس انا ما اعرفش اسمه حقيقي كده ولا لا. تمام، فانتوا ايه عرفوني في الكومنتات ده اسمه ايه، عشان انا حاسه ان انا تايهه مش عارفه يعني بصراحه. خلاص اهو، عشان محدش يقول الصوره مش واضحه اهي. ده بقى انا عارفاه. ده ايه؟ ده ايه يا حلوين؟ اهو روزماري. روزماري بس روزماري اخضر فريش. تمام. طبعا جبت الروزماري دون شويه دول جبتهم ب 15 جنيه. انا بحب اجيبه كده عدن فريش في التلاجة، عشان لما عاوزه اقطف منه ورقه خضراء ولا حاجه اخدها اي اكل انا بعمله بقى ريحته جميله قوي، تبقى الحاجه فريش كده. انا عندي عموما الروزماري الناشف برده، بس انا بحب اجيب الفريش ده، بيدي كمان نكهه كده للاكل حلوه، وبيدي تحس ان هو بيدي مزازه للاكل كده. كده يا حلوين، ده احنا خلصنا بقى الفيديو بتاعنا. المهم ان انا بقى ايه، عايزاكم تعملوا لي لايك يا حلوين، لايك لاختكم حبيبتكم. يلا بقى كده طولت عليكم، وعايزاكم بقى تعملوا شير كتير للفيديو ده يا حلوين، وسبسكرايب بالله عليكم تعملوا سبسكرايب ولايك. خلاص، اشوفكم على خير يا احلى اخوات. كنت والله العظيم لسه جايه دلوقتي قلت اسجل لكم الفيديو وانزله، علشان ايه؟ عشان تبقوا عارفين برضو الاسعار في السوق. يعني الحمد لله كل حاجه نزلت برضو مش غاليه قوي، يعني على قد كده كل حاجه مش غاليه. وعارفين انا جبت كل اللي انتوا شايفينه ده كله ما كملش 250 جنيه. يعني الخضار اللي انتوا شايفينه ده كله هيكفيني الاسبوع ويفيد مني كمان، ما كملش 250 جنيه. والست الشاطره بتعمل كده، بتروح السوق تجيب كل طلباتها وكل حاجتها وكده. انا جبت الحاجه واحطها في التلاجة واشد منها بقى، مثلا يوم محشي بتنجان، يوم محشي كرنب، هنعمل مثلا ملوخيه في يوم، هنعمل بطاطس في يوم، هنعمل مثلا اي اكل كده يعني بتنجان مثلا في يوم كده. فاحنا هنظبط نفسنا كده الاسبوع واكتر من الاسبوع كمان، ونمشي على قدنا. يعني زي ما تقولي ايه، كل واحده كل واحده على قد الحافه بتمد رجليها، احنا كده بنقول كده يعني. انا على قد ميزانيه مثلا بيتي وفلوسي اللي باخدها بمشي، وانتوا برضو كذلك كده. فانا بقى مش هطول عليكم يا حلوين، واحنا كده رحنا جبنا تسويه الاسبوع، وربنا يخليكم ليا يا حبايب قلبي، واشوفكم على خير ومع الف سلامه. وما تنسوني باللايك. مع الف سلامه.